السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبيباتي في فيديو جديد ووصفة جديدة في قناتنا اليتيمة. كما نقول لك مرحبا بك، وإلى أول مرة دخلت القناة ديالي وعجباتك الوصفة وحبيت أي جديد من القناة، ما تنساش الإعجاب والاشتراك وفعل الجرس، هكذا بإذن الله راح يوصلك أي جديد من القناة بحول الله. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وعلى خير وتكونوا كاملين بصحة جيدة. وبما أنه شهر رمضان أو على الأبواب، راني نجيب لكم غير في الوصفات اللي تقدروا تحضروها في هذا الشهر الكريم. اليوم على بركة الله جبت لكم وصفة تاع بطاطا في الفور غير بصدر تاع الدجاج. نجيب هنايا صدر تاع الدجاج قطعته شرائح وراح نتبلو. درت له مغرفة صغيرة تاع الملح، مغرفة صغيرة تاع العكري، مغرفة صغيرة تاع الثوم مسكرفج، شوية تاع قرفة، نص مغرفة صغيرة تاع فلفل أسود، مغرفة صغيرة تاع توم اليابس المطحون، شوية مغرفة صغيرة تاع كركم، ومغرفة صغيرة تاع الملح مع مغرفة صغيرة تاع كزبر مرحي. وضفت له هنايا مغرفة صغيرة تاع طماطم مصبرة، وراح نضيف له مغرفة صغيرة تاع الخردل. كما لاحظتوا راني ندير غير بالمغرفة الصغيرة بما انه الكمية تاع الدجاج اللي درناها قليلة. رشيته بشوية تاع الزعتر مع شوية تاع حبق، وراح نضيف له شوية تاع إكليل الجبل، يعني كامل هاد التوابل اللي درناهم يتماشوا بزاف مع الدجاج. نص نص كاس تاع حليب، وربع كاس تاع زيت زيتون. انا درت زيت زيتون، تقدر تعوضيه بالزيت العادي ولا الزبده. ورايحه نخلط الدجاج تاعي مع كامل هاد المكونات، ونخلي الدجاج تاعي في هذا لا ماريناد على الاقل واحد الساعه. الا قدرتيه يعني ديريه صباح وطيبيه على العشيه يكون احسن، ولا ديريه في الليل وتخليها غدا حتى الغدوه من داك، حتى هذاك الدجاج يتشرب لك مليح هذيك التتبيله وما يجيكش ناشف في الطياب ويجيك بنين. بعد ما خلينا الدجاج تاعنا في هذيك لا ماريناد هكذاك واحد الساعه حتى لساعتين كما قلت لكم على الاقل، جبت هنايا حبه بطاطا قطعتهم هكذايا شرائح، راح نتبلهم. درت لهم مغرفه صغيره تاع الملح، نص مغرفه صغيره تاع فلفل اسود، مغرفه صغيره تاع عكري، مغرفه صغيره تاع الثوم مسكرفج، شويه تاع كركم ولا نص ولا مغرفه صغيره تاع كركم، مغرفه صغيره تاع ثوم اليابس المطحون، يعني نفس المكونات اللي درناهم في الدجاج راح نديروهم في هاد البطاطا. ورشيت عليه شويه تاع زعتر. نخلط مليح البطاطا ديالي، وثاني كما شاهدتوا ضفت لها رشيتها بشويه تاع زيت الزيتون من الفوق ولا الزيت العادي. نجيب بلا هكذا تاع الفور وندير فيه حبه بصل كبيره قطعتها شرائح هي الاولى، وراح نضيف هذيك البطاطا فوق هذاك البصل بهذا الشكل. نسقم كامل البطاطا ديالي فوق هذاك البصل بهذه الطريقه. كما لاحظتوا هذاك البصل ما درنا له والو، حطينا برك هذيك البطاطا. درك رايحه نحط هذوك الشرائح تاع الدجاج بهذه الطريقه. كما لاحظتوا يعني وصفه سهله وسريعه وزيد بزياده بنينه بالبزاف، صدقوني يعني جربوها على ضمانتي ما راكمش رايحين تندموا عليها. وبما انه شهر رمضان كما قلت لكم على الابواب، نحبوا هكذا وصفات بنينه وزيد بزياده يعني تشهي بنينه بالبزاف. بعد ما حطيت هذوك الشرائح تاع الدجاج، درك انا قطعت حبه فلفل طرشي هكذايا وضفتها من الفوق. تقدر يعني تضيفي حتى الحار الى ما عندكش الاولاد، بما انا عندي الاولاد ما ضفتلوش. وهذيك التتبيله اللي تبقات نفرغها كامل فوق الدجاج والبطاطا بهذه الطريقه. نجيب ورق الطهي نغطيها هكذايا من الفوق، ونزيد نجيب ورق الالومنيوم ونغطي البلاط تاعي بهذا الشكل هكذا، ما يديليش الوقت في الطياب يطيب بالخف، وثاني ما ينشفليش البلاط تاعي بهذه الطريقه. درك رايحه نحطه في الفرن مسخن على 200 درجه هكذاك واحد نص ساعه حتى 40 دقيقه، ما يديش بزاف الوقت بما انه البطاطا وغير هذاك الصدر تاع الدجاج ما يدوش الوقت يطيبوا بالخف. بعد ما جازوا عليه انا هنايا تقريبا واحد 4 دقيقه نحيته.
انا درك راح نرجعو للفور، راح نطفيلو من التحت ونشعلو برك من الفوق هكذا باش نحمر شويه الدجاج هكذايا والبطاطا. وهذه هي النتيجه النهائيه بعد ما حمرناه من الفوق. بلا تاع بطاطا بصدر الدجاج في الفور يشهي، شهيتكم في الجنه. وصدقوني حتى البنه يعني بنين بالبزاف. وصفه تقدروا تحضروها كما قلت لكم في شهر رمضان الكريم، ولا هكذا للنساء العوامل اللي يعني تحب هكذا وصفات يكونوا اقتصاديين وسريعين التحضير. شوفوا الشكل تاعو وحتى المذاق كما قلت لكم بنين بالبزاف. ما تنسونيش برك حبابي بالجيم للفيديو هكذا باش يطلع ويشوفوا اكبر عدد ممكن من المشاهدين. وما تنسونيش بالدعاء الباب الرحمه، وربي يرحم جميع موتى المسلمين والمسلمات أينما كانوا. وأنا ما بقى لي غنقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.